يا صباح الفل. عايزين تعملوا كب كيك حادق حلو جدا، لا هنقعد بقى يعني نفكر هناكل ايه وهنعمل ايه في الساندوتش. لا احنا هنعمل حاجة سهلة جدا مش تاخد منك ولا ربع ساعة حتى، سريعة، مكونات في البيت، اقتصادية جدا وجميلة جدا، وهناكل بقى من غير ما نندم، ولانش بوكس بقى للأطفال والكبار قبل الصغيرين. قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني أنا دعاء عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. هنجيب الكبة بتاعتنا او اي حاجة انتوا بتضربوا فيها، مفيش مشكلة خالص. هحط فيها نص كوباية بس من اللبن، كمان هحط ربع كوباية من الزيت. ممكن زيت زيتون لو امكن يبقى حلو قوي، بدي طعم مختلف. لو مفيش مشكلة خالص، هنعملها بزيت عادي. بعد كده هضيف ايه؟ هضيف اي جبن عندنا، بجد اي بواقي جبن عندنا في التلاجة. لو بتحب البراميلي، لو بتحب الرومي متبقي شريحتين، ايا كانت نوع الجبنة اللي بتفضلي طعمها حطيه. هنحط ايه؟ هنحط بيضاية واحدة بس. بعد كده هضيف شوية من الملح صغيرين قوي علشان خاطر الجبنة اوريدي مملحة، وهحط حبة فلفل اسود. بعد كده هضربهم زي ما انتوا شايفين، ده هيبقى شكلهم. هضرب المكونات دي مع بعضها. هي طبعا سهله جدا، عايزه اقول لكم يعني هتسهل عليكم حاجات كتيره قوي. هضيف لها معلقه هنا من السمسم المحمص زي ما انتم شايفين، هي معلقه كبيره، انا بحب طعمه جدا. لو عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكله خالص. هحط حوالي نص كوبايه من دقيق الشوفان، مطحون كويس قوي، انا بطحنه في البيت عادي مفيش مشكله يعني. وهحط عليهم النص كوبايه دي، هتبقى مخلوطه مع الدقيق العادي، يعني دقيق شوفان على دقيق عادي. وهحط عليها معلقه صغيره من بيكنج باودر، وهضربهم زي ما انتم شايفين، وده هيبقى القوام بتاعنا اللي احنا خلاص كده هي العجينه تمام. بس كده ده كل المكونات. هحطها في قوالب الكب كيك زي ما انتم شايفين. بجد حلوه جدا، هتعتمدوها في كل حاجه وسهله، وكمان هيلثي. آه تقريبا ما فيهاش اي مكونات تحسسنا باي تأنيب خالص، وده شكلها النهائي. هنبتدي ان احنا دلوقتي نزينها. انا بالنسبه لي زينتها، كان عندي زعتر، وكان عندي طبعا حته جبنه رومي عادي جدا متبقيه، قطعتها زي ما انتم شايفين وحطيتها على الوش لجزء منهم، وجزء تاني عملته بالزعتر. كمان كان عندي حاجات بسيطه قوي من الزيتون برضو، قطعته كده صغير وحطيته. تمام. ممكن جدا طبعا نحط على وشها سمسم، ممكن حبة بركة، مش عايزين تحطوا حاجة خالص دي برضو بترجع لكم، مفيش اي مشكلة يعني هي بجد يعني وصفة مرنة جدا. انا هنا طبعا عملت قطعت الزيتون وحطيته على الوش، وعملت جزء زي ما انتم شايفين بالجبنة وجزء بالزعتر، وهعمل جزء كمان بحبة البركة. بجد الوصفة دي جميلة جدا، هتحبوها قوي، وطعمها فعلا فوق الرائع مع كوباية شاي بقى، مفيش احلى من كده. على الفطار بقى كسناك لما بنجوع. زي ما انتم شايفين حطيتها في الفرن، هي بتتحط في الفرن فقط هي حوالي 20 دقيقة بالظبط، بيبقى على درجة حرارة 180. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، قد ايه جميلة جدا، وريحة البيت مش قادرة اقول لكم كانت حلوة ازاي، حلوة قوي. وبجد انتوا هتستمتعوا جدا وانتوا بتدوقوها، جربوها وقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.